ناصر برازيت 26 عاما مهاجم، ياسين أيوب 22 ربيعا متوسط ميدان، وسفيان أمرابط 20 ربيعا متوسط ميدان أيضا. ثلاثي مغربي يشكل ركيزة غاية في الأهمية لفريق يوتريخت. مرحبا بكم إذن ناصر، ياسين وسفيان، ثلاثة لاعبين مغاربة أساسيين في نفس الفريق، شيء جد رائع أليس كذلك؟ بكل تأكيد نحن نتحدث عن هذا الموضوع فيما بيننا، لا سيما في بداية الموسم الحالي، ونحن نؤدي أداء طيبا للغاية ونسعى للحفاظ على هذا المستوى بالطبع. على كل حال نحن جد فخورين كثلاثي مغربي حاضر بقوة في هذا الفريق. نحن نكمل بعضنا البعض، وهذا أمر غاية في الأهمية بالنسبة لنهج الفريق. ناصر لاعب يتعين عليه تحديد المسافة للقيام بعملياته، ونحن نعلم إمكانيات بعضنا البعض. أنا وناصر نعرف كيف نصل بعضنا البعض. سفيان من جهة لاعب دائم الحركة لكي يحرر نفسه من التغطية. لقد لعبت جميع المباريات هذا الموسم على عكس الموسم الماضي، وهذا أمر أعتز به. الحمد لله أقدم مستوى طيبا. في أوتريخت نلعب ب4 لاعبي وسط ونحن 3، وكما ذكر ياسين نتفاهم جيدا في المباراة، وما علينا إلا السير على هذا المنوال. نحن متفاهمون فيما بيننا داخل وخارج الملعب. عطاءكم المتميز اتضح مؤخرا في مباراة فاينورد وبشهادة الجميع. لقد كانت مباراة من نوع خاص جدا إلى غاية الدقائق 9 الأخيرة، حيث عدل فاينورد النتيجة بعد أن كنا متفوقين ب3-1. لكن عندما تشاهد أداءنا نحن الثلاثة شخصيا فإنه يمكن القول بأنها كانت فعلا جيدة للغاية وأمام فريق في القمة. لقد قدمنا في الحقيقة مستوى رائع لغاية الدقيقة 99. تصور 9 دقائق كوقت بدل ضائع. أعتقد أن هذه أول مرة في الإيريديفيزي يسجل فيها هدفا في تلك الدقيقة. ماذا يمكن لناصر برازيت أن يحكي لنا وبكل موضوعية عن ياسين وسفيان؟ كلاهما في اعتقادي لديه إمكانيات هائلة لبلوغ القمة المطلقة، وفي القمة هنالك عوامل غاية في الأهمية يجب أن تتوفر في اللاعب كالعقلية والمهنية والانضباط والقدرة على العطاء المستقر باستمرار. وبالنسبة لي ياسين الذي ألعب معه للموسم الثالث هنا في أوتريخت فإنه يستقر أكثر فأكثر من حيث العطاء بالرغم من الإصابات التي كانت لحقته من حين لآخر. أداؤه هذا الموسم مثلا جد مستقر. سفيان من جهته تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري في شهر نوفمبر، وأنا أقوم بتقديم النصح له حتى لا يصاب الغرور ويستمر في العمل والمثابرة لكي لا يكون أسوأ لاعب في الشهر المقبل مثلا، وأقول له بأن يستمر في التركيز لأن هنالك بعض الأوقات قد تفقد فيها تركيزك وتضعف. وما رأي ياسين وسفيان في ناصر هذه المرة؟ عليك كلاعب أن تثير نفسك دائما لتحسين مستواك باستمرار، أي البحث عن تحديات للتحسن. وناصر يساعدني في ذلك كثيرا لأن لديه خبرة كبيرة، وهو الذي عاشر عدة لاعبين كبار من طراز تيري أونري في أرسنال، وبالتالي احتك بطرق لعب مختلفة، لذا يمكنني التعلم منه أشياء عديدة، وهذا ما قام به ناصر بالفعل اتجاهي. وكما تعلم هذا الموسم ناصر جد مستقر في عطائه الفريق ويساعدنا، وبذلك الفريق يمضي بطريقة جيدة. إنني أعتقد وبكل صراحة بأنها من النادر أن تلاقي شخصا كناصر. إنه شخص مخلص وخلوق. بالنسبة لي غاية في الأهمية لأنني أعتبره بمثابة الأخ الأكبر. لم يبخل علي بالدعم أبدا. أيضا في الموسم الماضي عندما كنت خارج التشكيلة الأساسية وكنت مستاء للغاية كوني كنت دائما أريد أن ألعب في الفريق الأول، وعندما يكون إلى جانبك شخص كناصر يشجعك ويقدم لك النصح فإنني ممتن له كثيرا بكل ما قام به ويقوم باتجاهي. شوف waar is die
بعد الحصة التدريبية اليوم الجمعة غادرتم مباشرة إلى المسجد لقضاء صلاة الجمعة بالطبع، بالرغم من ضيق الوقت وعوض تناول وجبة الغداء الجماعية مع اللاعبين. نحن دائما نحاول أن نلحق صلاة الجمعة بعد الحصة التدريبية، والمدرب جد لين في هذا الموضوع، وبالتالي يمكننا الذهاب بسرعة إلى المسجد والعودة إلى النادي مباشرة بعد انتهاء صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أمر مهم بالنسبة لنا، فالمدرب يساعدنا للقيام بواجبنا هذا. بعض الأحيان تفوتنا الصلاة، ولكن عندما تتوفر الإمكانية فإننا نتجه صوب المسجد لقضاء صلاة الجمعة. أمر آخر أثار انتباهي أنكم تكونون قريبين جدا من بعضكم البعض خلال الحصة التدريبية. فعلا، وهذا أمر طبيعي كما تعلم، وكما يقال كل الطيور على أشكالها تقع، وليس في هذا الأمر من إحراج طالما نحن مدركون لمسؤولياتنا ونقوم بواجباتنا. وبالإضافة إلى ذلك فإن علاقاتنا باللاعبين الآخرين في المجموعة جد طيبة، ونتفاهم مع كل لاعب منهم، ونحن الثلاثة لدينا علاقة جد خاصة كما لاحظت، علاقة تترجم أيضا في التدريبات، روابطنا قوية داخل وخارج الميدان. في رقعة الميدان نحن مراكزنا قريبة، فمثلا عندما تكون الكرة في حوزة سفيان فإن ناصر غالبا ما يكون مستعدا لاستقبال تمريرة منه، وهو يساندنا باستمرار، كما أن سفيان دائما في تحرك، وعندما تدعو الضرورة لأن أفتح اللعب فإنني أقوم بذلك بتمريرة صوب سفيان. تتواصلون بالطبع باللغة الهولندية فيما بينكم، لكن أريد الآن أن تتحدثون ولو لمدة قصيرة باللهجة المغربية. تفضل ياسين. ناصر شوف انا نهضر معاك انت دابا الاول هضر مع ناصر دابا شتي حتى هو كيهضر العربيه فهمتي. دابا فوقاش تجيو عندي تشربوا معايا اتاي فوقاش تجيو عندي غدا ان شاء الله صافي، غدا ان شاء الله اجي عندي تشرب معايا اتاي تشوف ولدي شحال هادي ما شفتي. شحال عنده وليدك تبارك الله؟ عام تبارك الله. سميتو الاسم؟ عبيد. نعم. سفيان. وعندي جوج، عندي بنت والولد، ولكن الولد هو الكبير. تبارك الله. نعم. سفيان تفضل. لا سفيان الدراري كان لا نور الدين عنده سفيان. نور الدين نعم. تفضل سفيان. أتينا عنا ولا؟ أتينا عنا ولا؟ أتينا عنا كاين موجود، غير تفضل عند الدار. الله إن شاء الله. وأخيرا وليس آخرا، موضوع المنتخب المغربي. لستم من المحظوظين لحمل قميص المنتخب الوطني المغربي حتى الآن على الأقل، بالرغم من تميزكم في الدوري الهولندي. برأيي لدينا لاعبون جيدون في المنتخب المغربي، لكن المشكل يكمن في الغالب في كوننا لا نسجل الأهداف. وناصر مهاجم مقاتل، تسديداته جيدة، وأعتقد بأن بإمكانه تقديم الإضافة في المنتخب من حيث تسجيل الأهداف. كما هو معلوم في إفريقيا يعتمدون كثيرا على العامل البدني والقتالي، هذا الجانب أيضا متوفر في ناصر. في أوتريخت يلعب ناصر كرقم 10 لأنه يمكنه أن يلعب كرأس حربة، وكان قد قام بذلك فيما مضى، بل توج هدافا للدوري الأوروبي كمهاجم. أليس كذلك ناصر؟ ناصر، لنفرض أن إيرفي رونار يشاهد الآن، ماذا تقول له؟ نعم، أقول له بكل بساطة وجه لي الدعوة. أنا لم أخفي أبدا رغبتي في الالتحاق بالمنتخب الوطني المغربي. في الماضي عندما كنت ألعب لمنتخب هولندا للشبان كما يفعل ياسين الآن، كان بإمكاني اللعب للمنتخب الأولمبي المغربي، لكنني كنت في تلك الفترة منشغلا بالانتقال من الدوري النمساوي صوب موناكو. ولكن في كل الأحوال ومنذ سنوات وأنا أرغب في اللعب للمنتخب المغربي، وبالتالي كنت ولا أزال أتمنى التوصل بدعوة من المدرب الوطني، ولكن لم يحصل ذلك إلى حد الآن. وأنت شخصيا ياسين؟ Ik heb eigenlijk nooit de keuze hoeven maken, omdat
مع موروكو. المغرب لا أدري لماذا لم يتصل بي في الحقيقة لكي أقرر الاختيار بين حمل قميص المنتخب المغربي والهولندي. وفي الواقع هناك بعض الإشاعات تقول بأن مدرب المنتخب المغربي يميل أكثر للاعبين المغاربة الناشطين في فرنسا وقليلا ما يهتم باللاعبين هنا في الإيريديفيزي، وهذا أمر مؤسف له كوننا نحن الثلاثة حاليا بالذات عطاؤنا قوي جدا. وماذا تتوقعون من مشاركة المغرب في كأس إفريقيا؟ بالنسبة لي شخصيا المغرب يجري في دمي. ناصر وسفيان ولد هنا في هولندا، أما أنا فولدت في المغرب، بل قضيت ال5 أعوام الأولى من طفولتي في المغرب، وبالتالي أتمنى أن يفوز المنتخب بالكأس. وفي كل الأحوال فإنني سأتابع المباريات عبر التلفاز لأشجع المنتخب، هذا في حال عدم مشاركتي معه. أعتقد أن المغرب قد يذهب بعيدا في الجابون لأن لديهم فريق جيد بطبيعة الحال في ذلك النوع من النهائيات. عليك أن تتطور مع مرور المباريات، ومع شيء من الحظ أعتقد أن المنتخب المغربي لديه الفرصة للفوز باللقب. بطبيعة الحال أتمنى أن نكون ضمن المجموعة، إلا أنني أعتقد أن الأمل في ذلك جد ضئيل كون المدرب يلعب بمجموعة معينة منذ فترة. مع ذلك أتمنى أن نحظى نحن الثلاثة بالمشاركة مع المنتخب الوطني، ومهما يكن لدي إحساس طيب بخصوص حظوظ المنتخب، وسأقوم بتشجيع منتخب بلدي المغرب. شكرا لكم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله.